أهلا بيكم مع الدرس التاني من منهج الدراسات الاجتماعية الترم التاني للصف الأول الإعدادي، درس بعنوان خصائص سكان قارة إفريقيا. أول حاجة هنعرفها الهرم السكاني. الهرم السكاني هو رسم بياني بيوضح توزيع السكان على حسب نقطتين، وهما التركيب العمري والتركيب النوعي للسكان. التركيب النوعي يعني الذكور والإناث. عدد الذكور في قارة أفريقيا عددهم 49.9%، وعدد الإناث 50.1%، يعني تقريبا قد بعض. علشان كده في نقطة بتميزهم إن في بينهم توازن نسبي، يعني تقريبا قد بعض. لكن النسبة دي بتختلف من دولة للتانية. طب يا ترى ليه؟ علشان في الهجرة، فده بيغير في عدد السكان في البلد اللي تم الهجرة إليها أو الهجرة منها، وبسبب ارتفاع الوفيات بين الذكور على الإناث بسبب كثرة الأمراض أو الحروب. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. إيه هو الهرم السكاني؟ هو عبارة عن رسم بياني بيوضح توزيع السكان على حسب التركيب العمري على حسب التركيب النوعي. التركيب النوعي ذكور وإناث، فيه بينهم توازن نسبي، بس يا ترى على أي أساس؟ النسبة بينهم متقاربة، الفرق 1/10، 49.9% ذكور، 50.1% إناث. بس النسبة من بلد للتانية شوية بتتغير بسبب كثرة الوفيات بين الذكور بسبب الأمراض والحروب وكمان الهجرة.